رايحة فين انت وهي؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. شوية كشري. احنا هنقفل كل المحلات بتاعة الكشري واولهم ابو طارق. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شوية كشري يستاهلوا بقكم. يلا يا حلوة انت وهي تعالي نعمل شوية كشري مع بعض. مش هياخد نص ساعة بأمر الله. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعض هنعمل كشري. طبعا احنا ايه في سلسله الاكلات اللي هي الارداحي، انتوا عارفين بقى الظروف وعايزين اللي عارفين بقى الاسعار اللي بقت نار يعني. الحمد لله. الكشري برضو مكلف على فكره، مش مكلف برضو، بس نوعا ما عن اللحمه عن الفراخ عن الاسماك عن الحاجات دي. فلازم ان احنا نعمل طبعا ايه، نمشي مع الحال يعني. نعمل ايه؟ اكلات كده في وسط الاسبوع كده لازم ندخلها. هنا معانا الميه اهي، انا حاطه لي مكرونه بامر الله. هنا معانا حله حلوه كده. ممكن ننقل دي هنا عشان دي عاليه. بسم الله. هنا يا بنات انا اول حاجه كنت عاملاها امبارح الحمص، نقعاه زي ما انتم شايفين كده في ميه سخنه، ونقعته وسبته زي ما هو كده. بس ما شاء الله على فكره ده بنات حمص بلدي، بس ما شاء الله طبعا ايه بيتضاعف كميته زي ما انتم شايفين كده. وهنا العدس برضو نقعته زي ما هو كده، لسه ما جيتش جنبه خالص اهو. بس شايفين عامل ازاي ما شاء الله. برضو ميه سخنه ونقعته برضو. الحله الحلوه دي نحط فيها شويه زيت كده حلوين، دول اللي هنستخدمهم يا بنات بامر الله. يعني قيمه ايه، نص كوبايه كده مش كتير. دول هنستخدمهم بامر الله في الوصفه كلها. معانا هنا البصل يا حبايبي، هحط عليه شويه ملح ومعلقه دقيق بس. بدل ما نشتريه من بره بالغالي، لا نعمله في البيت افضل. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي يعني العلبه دلوقتي بقت بالشيء الفلاني. يعني احنا ما شاء الله انا وعيالي وجوزي 5، لما نجيب بقى 5 علب اقل علبه بكام؟ 40 جنيه 30 جنيه، مفيش 30 كمان يعني. ومش هتبقى برضو بالجوده ولا بالنظافه بتاعت بيتك. هي معلقه دي يا بنات وشويه ملح عفاري كده، ولما تحطيه يعني تنفضيه برده بايدك بحيث ان ما يبقاش يبوظ في الزيت، لان الزيت ده بامر الله هنستخدمه في الوصفات كلها. بس كده اهو بعمل منه دي زي ما انتم شايفين كده، وبنزله بسم الله. طبعا معايا راس توم كبيره مقشراها ودقاها، بقرنين فلفل احمر، دي برده هنحتاجها في كل الوصفه. ننفض فيه كويس جدا يا بنات. وبرده الزيت ده قبل ما نستخدمه برده في جميع الاكل اللي باقي، الوصفات اللي باقيه في الكشري هنصفيه برده. وانا عملته برده في القناه قبل كده الكشري يعني، بس انتوا عارفين انا بشارككم اي اكل انا بعمله. نفضه كده كويس جدا. بس كده هي يا بنات الدقيق باقي اهو في الطبق. خلوا بالكم برده من التركيه دي، لازم الدقيق يتنفض كويس. المكرونه بقى اللي انت حباها، النوع اللي انت حباه، مش هتفرق يعني. بسم الله.
معلقه دي يا بنات، ممكن نبدلها بمعلقه نشا، مش اي مشكله برضه. ده او ده مش هيجرى حاجه، مش هتقول لا يعني، اللي موجود في البيت. اي حاجه موجوده في البيت يا بنات نمشي بيها حالنا، عشان زي ما انتوا عارفين الاسعار بجد نار يعني، الحمد لله. انا حطيت مكرونه يا بنات سباكيتي بحبها مع المكرونه دي اللي هي الصغنونه المعوجه دي، حلوه جدا برضو. اللي موجود عندك ما تجيبيش حاجه من بره. السباكيتي يا بنات لازم تديها تقليبه على النار علشان ما تكتلش معاكي، ما تتمسكش معاكي كده وبس. بعد كده بسيبيها بقى كده معلقه ملح بس كده. اديكي في البصل برضو عشان ياخد كله لون واحد. وبعدين برضو معلقه النشا يا بنات او معلقه الدقيق بتخليه معاكي بيستوي بسرعه، فما تسيبوش على النار كتير. ما شاء الله يا بنات المكرونه اهي اتسلقت، البصل معانا الحمد لله شغال برضه اهو. هنا يا بنات بقى حطيت العدس الحمص، انا برضه مش عايزه اتوه منكم في حاجه، يبقى كل حاجه كده ايه انتوا شايفينها. حاجه سخنه انا برضه رافعه العدس ده يا حبايبي، مسكته وغسلته كويس قوي، الميه المنقوعه منها ما تغلوش ابدا، ما تسووش بالميه اللي هي منقوعه فيها، اللي هو منقوع فيها، لازم ان انت بتغسليه كويس قوي، تغسليه بايدك كده وتقعدي تدعكي فيه كده، لان انا سمعت والله اعلم برضه، اسمعوا مني بقى يعني، زي ما بيقولوا خد من عبدك كده وتوكل. اللهم صل على النبي، ان هو بيبقى مضر جدا، الميه بتاعته لازم يتغسل كويس جدا جدا جدا. ده بالنسبه للحمص والله العظيم انا سمعت المعلومه دي حقيقه يعني، فانا مفيش حاجه الحمد لله بعرفها وما اقولكوش عليها. هنا يا بنات معانا مصفى، هنصفي بس المكرونه بسم الله. والمكرونه ما تستويش قوي، لازم كده تحسيها تحت اسنانك كده، المضغه بتاعتها تبقى حلوه، مش مستويه قوي تبقى معجنه. شوفيها كويس جدا النشا بتاعها. المكرونه بتتصفى يا حبايبي وبتحطوها في الحله تاني وبمعلقه زيت وحبه ملح صغيره وحبه فلفل صغيره وحبه شطه وتقلبيها. التكات دي على فكره والاسرار دي من قلب محلات الكشري، مش اي حد طبعا يخش المحلات دي. احنا لينا حبايبنا بقى ومعارفنا فبنخش بصراحه وعرفنا كل التفاصيل والتكات دي. بس كده يا حبايبي اهي زي ما انتم شايفين كده، خليها تصفى كويس، وبعد كده زي ما بقول لكم احطها في الحله واحط عليها اللي انا قلت لكم عليه واقلبها، مش على النار، على البارد كده. طب هي يا بنات انا مقربه لكم الحله بحيث ان انتوا تشوفوا البصل ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. بصوا عامل ازاي تحفه.
سامعين الصوت وانا بحطه في الطبق؟ ما شاء الله. سامعين الخرفشه بتاعته؟ معلقه النشا يا بنات او الدقيق بتخليه تنضيه في مكان تاني خالص. بس كده زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. حاجه كده خيال. بيسموه بقى الورد، بيسموه بصل، في المحلات بيسموه الورد. هنا يا بنات الحله اللي معايا دي فيها بواقي بصل وهوريها لك. بصوا شايفين الباقي ده؟ انا هقول لكم هعمل بايه دلوقتي. كده معايا شويه بقوطه كده محترم، طماطم. بسم الله. انا كنت هاخد من الزيت يا بنات، بس انا لقيته يعني يا دوبك على قد اللهم صل على النبي، على قد الطماطم، على قد الصلصه. مش هنكتفي بكده بس، لا هنحط كمان. عشان نشيل بس البصل اللي وقع ده. البوتاجاز بيبقى معانا الثوم اللي انا قلت لكم دقيناه مع بعض، دقيته معلقه كده حلوه يا بنات، كبيره اهي زي ما انتم شايفين. بحطها على البارد، ما بشوحهاش، لان هي بصراحه مع تشويح البصل طبعا تحمير البصل الصلصه كده بسم الله ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه. وبرده احط عليها ايه تاني؟ الصلصه يا بنات بتاعت الكشري بتاعت المحلات. الملح، شويه خل صغيره، ومعلقه صغيره يا بنات سكر للحموضه، معلقه حلوه فلفل اسمر. توابلك بقى اللي انت عايزه تحطيها حطيها، مش هتقول لا. حبه توابل صغيره جدا ما تكتريش منها. كزبره ناشفه يا بنات، حبه شطه صغيره، شويه صلصه بقى يستاهلوا بقكم فعلا. بس نحطيها كده لحد ما تستوي. هنا يا حبايبي المكرونه خلاص اصطفت كده، هننزلها معاكم. برضو الطريقه بتاعت المكرونه دي، التقليبه دي برضو المحلات بتاعت الكشري بتعملها. تاكلي طبق كشري بقى من الاخر. هنا شويه زيت صغننه، بسم الله. كتري زيت، شويه فلفل قصدي صغيره، شويه ملح صغيره جدا، لان انت حاطه شويه ملح برضو في السلق بتاع المكرونه. بس كده يا حبايبي اقلبها تقليبه حلوه، بتبقى مفرطه معاكي، بتبقى جميله جدا ومفرطه ما بتلزقش في بعضها. معلقه الزيت دي جميله جدا فيها. محلات الكشري كلها بتعملها كده. اهي زي ما انتم شايفين كده. بس
كده ونغطيها كده. الحمد لله كده ايه، البند خلص، المكرونه كده خلصت. يا حبايبي بقى معانا الحله هنا فاضيه، هنعمل فيها الرز. بسم الله. شويه زيت، شعريه، هنعمل الرز والعدس والشعريه في حله واحده يا حبيبي. هنا العدس ده بقى معايا، همسكه اغسله كويس جدا برده، مش هحطه في الميه بتاعته دي. الصلصه مع بعض ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. ريحتها تحفه يا بنات جدا. معلقه الثوم وبواقي الزيت بتاع البصل، وبواقي برده البصل، جميله جدا ما شاء الله. وهنا الحمص ما شاء الله شغال زي الفل بالضعف الكميه بتاعته. الحمص برده يا بنات هوريكم برده طريقته حلوه جدا، بس اشوفوا الاول. دخل في سوا. الحمد لله انت لما بتنقعيه ما بياخدش سوا معاكي، ما بياخدش وقت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا بنات شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. هنا يا بنات انا عامله طماطمتين في الخلاط برده. بسم الله. برده يا حبايبي طريقه المحلات برده، جربوا مش هتندموا يعني. ومعلقه ثوم معتبره تحطيها عليه، تقلب الشعريه. هو كده دخل في السوا، تحطي له كل حاجه. دي يا بنات معلقه ثوم هي حلوه جدا كبيره. تحطي بقى الملح. انا بحط له كمان يا حبايبي حبه فلفل اسمر برضو، دي تركات المحلات على فكره، مش كمون بس. بس معلقه كمون صغيره، كزبره ناشفه برضو. تحوجيه تحويجه تمام، يطلع تحفه معاكي بامر الله. لسه ما حطيتش الملح. بسم الله. برده ما كترش ملح يا بنات عشان يكون انا دققت ملح. وسيبيه بقى مع نفسه. نقلب الصلصه مع بعض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك، اللهم بارك ما شاء الله. والصلصه تستاهل بقوه. كله بامر الله يخلص مع بعض. شوفي بقى الحلل دي كلها لو هتجيبيها كميات ما شاء الله، دي كلها لو هتجيبيها من بره، شوفي بقى من المحلات بكام ما شاء الله. غسلت العدس كويس قوي معانا. الشعريه خلاص اهي بدات تاخد لون.
بسم الله. الشرايه تاخد لون يا حبايبي، تقومي حاطه تحطي شويه الرز، تقلبي كويس قوي، وبعد كده تقومي حاطه العدس معاه، عشان العدس طبعا لما بيقول فالرز مش هياخد كفايته في تقليبه على النار. بس هو اللون الذهبي ده حلو كويس جدا. انا الرز ده يا حبايبي ما بغسلوش، جايباه جميل جدا ما شاء الله، جميل جدا. منقياه وحطاه في الاكياس كده، بس ما بغسلوش بصراحه لانه نوع جميل جدا. رز كمان صغيره بس كده. حوري الرز كويس يسخن كله. ما شاء الله. نحط العدس، ونقلب برضو العدس مع الرز مع الشعريه. بسم الله ما شاء الله. طبعا مش هنحط برضو ميه بارده، نحط ميه سخنه. بسم الله. بسم الله. كده كله يستوي مع بعضه. طبعا العدس ما شاء الله واخد نص سوا، يعني بامر الله هياخد سوا حلو ان شاء الله مع الرز، هياخد سوا الرز. نحط الملح بتاعنا لا ننساه. بسم الله. وفلفل اسمر يا حبايبي. برضه نحط له كمون. بس كده، ما نحطلوش حاجه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. استغطيه بقى كده ياخد غلوه وهدي عليه حبايبي. بس الصلصه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وده برضو الحمص شغال معانا كويس، والصلصه بسم الله ما شاء الله. هنعمل هنا يا حبايبي بقى الشطه مع بعض. معانا هنا حله على النار، نحط شويه زيت صغيره. هنا يا بنات مقطعه زي ما انتم شايفين فلفل احمر واخضر وطماطميتين بس. ماشي، هننزل هنا كده طبعا انا مش هشوحها كتير عشان خاطر الروايح هتبقى صعبه جدا. هنا يا حبايبي معلقه شطه كده كبيره. بسم الله. كمان حبه مش هتحب الشطه قوي. ما تشوحيش كتير فيها علشان ما تقلبليش الدنيا الشقه كلها. ريحه الشطه بصراحه بتطمع.
ريحه بدات تطلع اهي. بشوحها كده بس شويه صغيره. الريحه بدات. بس كده يا حبايبي. شويه شطه بقى عجبني. طبعا هحط لها شويه ملح صغيره عشان خاطر الطماطم يا بنات والفلفل. حاجه بسيطه شعره كده، متكتريش. احط لها مع حبه صغيره من الكزبره، متحطلهاش كمون. بس كده. دي حبايبي الشطه الزيت. بس انا ما طولتش كمان عليها على النار عشان ما تخنقنيش اكتر من كده بصراحه. بس كده يا دوب اغلها كده وبس، بسيبيها كده. انا عايزه برده الطماطم زي ما هي على البارد، مش عايزاها يعني تدبل معايا. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي كده. زي ما بتروحي اي محل بتلاقيه مقطع طرنشات فلفل كده، والطماطم زي ما انتم شايفين كده. كده الشطه بتاعتنا خلصت. وهنا الصلصه خلاص الحمد لله. نطفي عليها الرز. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين شويه رز عظمه عظمه عظمه. ايه الجمال ده! ما بياخدش نص ساعه معانا. ما شاء الله. نغطي عليه. شوف بقى الحمص. طبعا الحمص يا بنات انتوا طبعا كنتوا معايا تكايه في الحمص، بس في اضافه هنحطها عليه. هنحط ليمون بس ايه لما خلاص بقى ايه كده. ما شاء الله خلاص اهو. اللهم بارك. ما شاء الله. هرجع الحله دي كده اجيبها لكم هنا معاكم. اقربه لكم كده عشان تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي. شويه حمص سهل بقكم. اعصر الليمونه. الليمون يا بنات بحطه في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عارفين الحمص بيحب الليمون. متحطيش عليه خل، ما تحطيش الحاجات دي، هي ليمون بس. ما شاء الله. اللهم بارك. هنا يبقى في نفس الحله اللي كان فيها الشطه اعمل شويه دقه. ارفعها كده على النار شويه. دي معلقه توم محترمه. طبعا انتوا عارفين الدقه يعني ايه، يعني توم. معلقه كده حلوه. كده. هنا يا حبايبي كزبره ناشفه. معلقه كمون كده حلوه، معلقه صغيره. هنحط من الصلصه دي شويه صغيره. الشطه صعبه جدا. بسم الله.
على النار يا حبايبي. الحاجه الرئيسيه في الدقه يا حبايبي الخل. حبه خل كده حلوين، وبرده عليها ليمون عشان تبقى مسكه كده وحلوه. هي كده الدقه يا بنات الصح ما شاء الله. معلقه الصلصه بس بتكسر لون ان هو ما بتبقاش بيضه، ما بتبقاش وحشه كده مغيره بس كده. طبعا ما حطيتش ملح، حط شويه ملح. تغلي غلوه معايا بس يا حبايبي وخلاص كده. هي بامر الله كده برده الدقه خلصت. يا ما شاء الله الحمص بسم الله ما شاء الله خيال، والله العظيم خيال. بس كده برده ما شاء الله خلص. بس كده يا حبايبي هنغرف بقى. خلاص كده يا حبايبي الدقه اهي ما شاء الله خدت غلوه زي ما انتم شايفين كده. هنرفع عليها اللهم بارك ما شاء الله كده بقى نغرف. والرز استوى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حبه كشري كده لوز اللوز لوز اللوز. يلا قومي انت وهي بقى قاعدين كسلانين ليه؟ قوموا اعملوا شويه كشري معتبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين الجمال؟ بسم الله. نعمة ما بعدها نعمة بصراحة. الحمد لله بجد والله يا حبايبي. الحمد لله ان احنا الحمد لله كل حاجة موجودة عندنا. احلى طبق كشري فعلا والله تاكلوه في حياتكم بجد، تعملوه في بيتكم مش بره. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط المكرونه بايدي طبعا، انا غسلاها زي ما انتم شايفين، مش قادره اقول لكم يعني ايدي على طول في الميه. بسم الله. شايفين المكرونه ما شاء الله؟ شايفين الجمال؟ حاجه كده لوز اللوز ما شاء الله. خيال 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 والله. حط الصلصه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض ما شاء الله. شايفين الجمال والطعم؟ شايفين؟ بس كده مش هكتر الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نحط هنا الحمص الاول. بسم الله. شايفين الجمال يا حبايبي؟ برضو مش هكتر برضو حمص لان انا هحط في اطباق تانية اللي عايز يزود. الدقه الجباره. بسم الله ما شاء الله. مش هحط كتير لان احنا ما بنحبش الكشري كده يبقى صيص ولايص كده. بس يا حبايبي اجمل شويه كشري بجد. هتاكل المره الكام مره تاكلوها في بيتكم، تعملوها في بيتكم. كل حاجه الحمد لله متواجده، مفيش حاجه ناقصه، وربنا يزيدها نعمه يا رب علينا. ايه كنزي ايه رايك؟ الف هلا وشفا حبيبتي على قلبك ما شاء الله. كنزي الريحه جابتها من اخر الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ حاجه كده لوز اللوز فعلا ما شاء الله. معانا اي وقت
ما شاء الله يعني بصراحه. بسم الله. هو كده يا كنزي، عايز تاكلي خلاص؟ عايزة تاكلي؟ خلاص عايزه تاكلي؟ بسم الله. شايفين يا حبايبي الطعام؟ الشطه الكباره، شطه الزيت، الدقه، الحمص، حاجه كده من اللوز زي ما بقول لكم. ما شاء الله. شايفين الحمص؟ تحفه 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 والله العظيم بجد فعلا. دقه اهي جميله جدا ما شاء الله تستاهل بقكم. الشطه بقى مش قادره اقول لكم على جمالها. احنا عندنا هنا يا بنات في كشري اسمه الكشري المجنون، بيعمل نفس الشطه دي. انا جايباها والله العظيم بجد فعلا من محل نفس الطريقه دي. دخلت المطبخ وسالته صراحه شويه كشري من الاخر ما شاء الله. حاسبي كده يا كنزي. كده نسينا البصل يا كنزي، هاتي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي البصل. شايفين البصل بقى وطعمته؟ طبعا انا وريته دي واحده وهي كده يا كنزي. نشيل الحله دي اوريكم البصل. احنا كده خلاص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي يا كنزي. اوريكم البصل بقى، احطه عليه. ايوه يا كنزي كده. شايفين البصل؟ ولا محروق ولا معجن ما شاء الله. البصلايه ببصلتها. ده الورد بتاعنا الحلو النهارده بجد فعلا. يا رب النهارده اكون خفيف عليكم، ما كنتش طولت عليكم يا رب، واكون افدتكم يعني حتى لو بكلمه بسيطه. بس كده يا بنات النهارده الحمد لله كده الاكل خلص ما شاء الله. اللهم بارك. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. يلا حبايبي مع السلامه. باي باي. الف هنا على اللي شاف والف هنا على اللي هياكل. يلا في فيديو جديد بامر الله. مع السلامه حبايبي. ده ايه كنزي على فكره، كنزي كانت عايزه تلعب في التليفون. مع السلامه يا حبايبي، مع الف سلامه. باي باي.